تخيل لو تقدر تتعلم الانجليزي بطريقه سهله. انا جربت طرق كتير بتقول كده، بس اكتشفت ان الكتاب ده فعلا مختلف. الكتاب ده فيه اكتر من 5000 جمله انجليزيه. الجمل دي مش بس مكتوبه بجرامر مظبوط، لا هي كمان منطوقه صح. يعني بدل ما احاول اركب جمل من الصفر، واللي بالمناسبه الطريقه دي غلط ومش بتنجز خالص، لا الجمل هنا جاهزه وساعدتني اتعلم اسرع وبشكل عملي. الطريقه دي اكدت لي انها صح لما جيت جربتها ولقيتها سهله. ولما قرات كمان الكتيبات دي، لقيت اشهر ناس في العالم بيتكلموا لغات بينصحوا بيها. الكتيبات دي بداخل عقل متعددي اللغات، وازاي تتعلم انجليزي زي ما انت اتعلمت عربي، وازاي تتكلم انجليزي زي الاطفال. اشهر 10 خرافات بتمنعك من اتقان الانجليزي. فوق كده في ماتيريال مع الكتاب فيها فيديوهات ومحادثات واقعيه وفونكس وجرامر. من الحاجات الحلوه كمان ان في كتيب انا كنت محتاجه جدا عشان انا بنسى اللي ذاكرته، زي كتيب ذاكره ضد النسيان اللي بيشرح فيها طريقه السبيست ريبيتيشن، ودي طريقه عالميه مشهوره. لما جربتها لقيت نفسي مش بنسى اللي ذاكرته، لانها اشتغلت على الذاكره قصيره الاجل وطويله الاجل في نفس الوقت. بس اكتر حاجه بقى عجبتني هي كتيب الخطه بتاعه المذاكره. كل الباقه دي خطه مفصله وجدول ساعدني اتابع تقدمي يوم بيوم. باقه جميله جدا هتفرق معاك فعلا من اول يوم. كل اللي عليك انك تمشي مع الخطه والجدول، وهتلاقي الانجليزي مش صعب زي ما كنت فاكر. بجد انا بنصح اي حد عايز يتعلم انجليزي بالمجموعه دي، صدقيني جربيها والفرق هيبان معاكي من اول اسبوع.